السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم بيهم كل شاب وفتاة، وكتير من الناس بيسألون عليه. طبعا احنا مش هنلم بكل جوانب الموضوع ده، بس هنقول اهم حاجات فيه، وهو تساقط الشعر. هنقول ايه الاسباب وايه طرق العلاج المتاحة. بالنسبة لأسباب تساقط الشعر، طبعا في أسباب كتير قوي بنتكلم عنها. أولها هي نقص بعض الفيتامينز في الجسم. أحيانا نقص بعض الفيتامينز بيؤدي إلى أنيميا، يعني نقص نسبة الحديد في الجسم. لما نيجي نقيس الهيموجلوبين أو مخزون الحديد بنلاقيه قليل، وبالتالي يحصل أنيميا، وبالتالي يحصل تساقط الشعر. دي أول أسباب. في أسباب أخرى زي استعمال السشوار المكثف، استعمال الصبغات المتكررة. في احيانا بيبقى فيه خلل في الغدة الدرقية او خلل في جهاز المناعة، او تعرض بالذات الستات طبعا للحمل والرضاعة والولادة. كل دي حاجات بتأثر على الشعر وبيحصل تساقط. كمان احيانا لو في تكيس على المبيض ممكن يحصل برضو تساقط للشعر. دي اكتر الحاجات اللي ممكن تسبب تساقط الشعر. في طبعا عامل مهم جدا وهو العامل النفسي او الضغط او التوتر. ده عامل مهم قوي بنفكر فيه. طيب ايه طرق الوقاية او العلاج؟ اول حاجة بنحاول ان احنا نبعد عن الحاجة اللي يعني ايه بتعمل لنا توتر نفسي او ضغط عصبي. ده بنحاول ايه نتفادى الموضوع ده، نقلل من صبغات الشعر بالنسبة للفتيات، نقلل من استشوار قدر الامكان. طيب نعمل ايه تاني؟ طبعا ناخد الفيتامينز المفيدة للجسم، وطبعا ده بعد عمل التحاليل اللي هي بتلزم موضوع تساقط الشعر، زي ما قلنا صورة دم او نسبة الهيموجلوبين، احيانا فيتامين بي، احيانا فيتامين دي، كمان التي اس اتش اللي هو ايه الغدة الدرقية، ونشوف هل في نواقص في الموضوع ده ولا لا. طيب بالنسبة لطرق العلاج، طبعا في علاجات موضعية، دي ممكن تتاخد في البيت، وفي ممكن اجراءات عمليه بتتاخد في العياده، زي جلسات البي ار بي البلازما او جلسات الميزوثيرابي. وده طبعا بيتحدد بعد زياره المريضه للطبيب، ونشوف ايه العلاج المناسب ليها.